يا مساء الفلات والقشطات والعسلات والسكر النبات، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وفي هنا وسعادة دايما. صلوا على حضرة النبي. قاعدة نايمة تعبانة ولا بيا ولا عليا، ولقيت ولاد اختي داخلين عليا: قومي يا خالته اعملي لنا الكريب بتاعك. يا ولاد مش قادرة تعبانة. لا يا خالته لازم تعملي لنا الكريب الشهير بتاعك بحشواته الجامدة اللي مفيش منها. قلت من عناية، انتوا تأمروا وانا انفذ. عناية الاتنين. يلا بينا على احلى حشوة وعلى احلى كريب بكل مكوناته خطوة خطوة مع بعض. بس ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على الكريب. اول حاجة كده نعمل خلطة الكريب معانا بالصلاة على حضرة النبي. 3 كوبايات دقيق زي الفل زي الفل، وننزل عليهم بمعلقة ملح حلوة وجميلة كده بنت ناس، وننزل عليهم ببيضتين. يبقى 3 دقيق عليهم بيضتين زي الفل زي الفل. وتمام كده تمام. حطي لايك للبيض، حطي لايك للبيض. بعد كده ننزل عليهم بكوبايتين لبن وعليهم كوباية مية. كل كوباية دقيق قصادها كوباية لبن أو كوباية مية. ممكن تستغنى عن البيض، تعملي دقيق ومية أو دقيق ولبن، بس احنا بنعلي القيمة الغذائية بس لولادنا، احنا مش رايحين نبيعه، ده ولادنا هم اللي هياكلوه. تمام زي الفل. يبقى 3 دقيق، 3 كوبايات دقيق قصادهم كوبايتين لبن وكوباية مية وعليهم بيضتين. وبالمضرب البيض كده واديله ادي اضربيه ضرب كده. بصي لما ايه، مش عايزاه يتكتل معايا عشان يبقى قوامه حلو كده زي ما انت شايفه. طب لو اتكتل معايا ايه اعمل ايه؟ في الخلاط واضربيه. واحنا هنسكت له ولا ايه؟ يتكتل ونسكت له ابدا. خش الخلاط يتضرب ضرب كده لما يقول يا عيني، وانزل لي بالقوام الجميل ده. عايزه اصفيه صفيه، بس هو كده كان معايا زي الفل وما كانش محتاج ان هو يتصفى. قوام ولا خفيف ولا تقيل، معايا زي الفل. نسيبه بقى الحاج ده يريح على جنب. وخش عليا بالطاسه معلقتين سمنه بلدي، وننزل عليهم ببصلتين كبار متقطعين جوانح بالشكل اللي انت شايفاه ده. وشوحنا شوحنا. نفضل نقلب كده في البصلايه معايا لحد ما تدبل مش تتحمر. اوكي، تدبل مش تتحمر. واول ما تدبل معايا بالشكل الجميل ده، اعذروني علشان انا بجد تعبانه وماسكه نفسي بالعافيه. ننزل كده زي الفل. ننزل بقى عليها بنص كيلو بانيه متقطع زي الشاورما كده بالظبط. يبقى احنا هنحشي الكريب بتاعنا ده ايه؟ شاورمة فراخ. وننزل يختي كده على البصلة ونقول بسم الله واللهم صل على سيدنا النبي. واعملي لي اشتراك لو مش مشتركة، واعملي لي لايك لو انت مش عاملة. اوكي، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقلبنا قلبنا الفراخ مع البصلة كده بالشكل ده. واول ما الفراخ تاخد معايا لون وتبقى بيضة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ننزل عليها بقى بايه؟ بالبهارات. واحنا هنهزر، معلقه 7 بهارات حلوه صغنطوطه، ونص معلقه كزبره حلوه صغنطوطه، ومعانا سيكه صغننه من الفلفل الاسود مش حباها شيليها، وسيكه صغيره من القرفه مش قادره اقولك بتدي طعم جميل قد ايه مع الفراخ. وبلح جوز الطيب، ربع معلقه بلح جوز الطيب، ومعلقه بابريكا زي الفل زي الفل. ومعلقه وربع معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه من الملح. واظبطي ملحك يا اختي، انا مش اللي هظبطهولك. تمام. في ناس تحب الملح كتير وفي ناس تحب الملح قليل، اظبطي ايدك يا ست الكل. وقلبنا قلب كل المكونات دي مع بعض، خليها تتجانس كده وتتشوح. وخلي النار عاليه، ما تخليش البانيه ينزل ميه علشان ما يبقاش هيبقى عامل زي المسلوق، مش هيبقى شاورما خالص. وخلاص كده البانيه دخل، الشاورما الفراخ دخلت في السوا. ننزل عليها بجزرايه مبشوره، ونص فلفلايه حمراء، ونص فلفلايه صفراء، وقرنين فلفل رومي متقطعين بالشكل اللي انت شايفاه ده. الجزر عيالك ما بياكلوش، دخليه في الشاورما الفراخ، في حشوه البانيه، في حشوه قصدي الكريب، في اي حاجه عندك، حتى في اللحمه المعصجه ممكن تدخليه. بصوا بقى الالوانات والجمال. الفلفل يتحط اخر حاجه هو والجزر عشان مش عايزاه يدبل، عايزاه يبقى مقرمش كده ويقطم معايا عشان ما نفقدش القيمه الغذائيه بتاعه. كده الشاورما معايا زي الفل استوت. معانا هنا الكريب. بصوا الكريب ولا من فوق، من فوق ميه وتحت دقيق ولا اي حاجه. طاستنا الحلوه على النار سخنت وكلت في نفسها زي المصار. ننزل عليها بنقطه زيت كده، وننزل بالكريب بتاعنا بعد ما تسخن. تمام. ونوزع الكريب كده في الطاسه بتاعتنا. الكريبيه بتاعتك كبيره صغيره على حجم الطاسه بتاعتك. الطاسه بتاعتك كبيره تعملي لي كريبايه كبيره، طاسه صغنطوطه هتعمل كريبايه صغنطوطه. اوكي زي الفل. واول ما تشد معاكي كده تقلبيها الناحيه التانية. واهم حاجه بقى النار ما تبقاش عاليه، تبقى واحده واحده علشان ما تتحرقش منك والكريبايه تشد منك. انا عايزاها طريه طريه.
كده خلصنا الكريب بتاعنا. معانا هنا بقى الناحية التانية 3 معالق كاتشب على 3 معالق كبار مايونيز، وقلبنا قلب على بعضه. اللي بصي الحشو بتاع الكريب ده في ايدك انت، تحطي كاتشب ما تحطيش مايونيز، تحطي اللي انت عايزاه اللي يريحك. انا بحط المايونيز والكاتشب بالمنظر ده واوزعه على الكريب كله، عشان كل قطمايه تيجي تاخدها يبقى فيها كاتشب وفيها مايونيز. تمام. حطينا الجبنه الموتزاريلا والحشو بتاعنا، وشد الكريبايه من الناحيه دي ومن الناحيه دي. انا كلكعتها كده بس علشان هما كانوا بيندقوا عليا وقلبين دماغي. بعد كده عدلتها. تمام. وننزل بيها على الطاسه ولسوعنا لسوه على سوعنا، نلسوعها من الناحيه دي ومن الناحيه دي. واحلى كريب باحلى حشوه باحلى حاجه بكل الحب بكل حاجه حلوه في الكريب ده. بجد جميل. الكريبه الصغنونه دي لاختي رودينا، ومفيش احلى من كده. وبالف هنا وشفا، ويا رب يعجبكم الفيديو ويكون خفيف ولطيف على قلوبكم. متنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واقولك بالف هنا وباي باي.